إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة، ساعتنا 6:21. صباح الخير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباحك معسكر بتفتح تزهر. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. يوم جديد وفيديو جديد وروتين جديد، والنهارده كده هنبدا مع بعض اول تنظيفات العيد يا جماعه. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعود عليكم يا رب الايام بالخير واليمن والبركات، اللهم امين يا رب العالمين. يلا بينا بقى اعرفكم بنفسي لكل الناس اللي داخلالي جديد، اخواتي واصحابي وحبايبي كلكم على عيني وراسي من فوق والله العظيم. انا نور عماد ودي قناتي، هقدم معاكم تنظيفات العيد عميقه جدا جدا. النهارده هنعمل حاجات كتير مع بعض، وكمان هقولك ازاي ما تضغطيش نفسك وتمشي كده الدنيا على قد ما تقدري، بحيث ان انتي طبعا في ايام امتحانات ناس كتير بتمتحن ولسه ما خلصتش، وناس طبعا شغاله، فكل ده بيبقى ضغط علينا. فهقولك ازاي نرتب يومنا بحيث ان احنا نعمل كل يوم حاجه. فاضل تقريبا اسبوعين على العيد، فعايزين بقى ايه نعمل حاجه كده مع بعض وما نضغطش نفسنا. وطبعا اخر 3 4 ايام دول بنكون بقى خلاص بنفنش وبنفرش مع بعض علشان نقضي يوم الوقفه. يعني ممكنش ورانا حاجه، ونكون ايه نهتم بس بنفسنا مع طبعا الصيام بتاع يوم عرفه. طبعا في ناس كتير هتبدا الصيام من يوم الاثنين، انا بصراحه لسه ما نويتش هصوم ال9 ايام على بعض ولا هصوم يوم عرفه بس، على حسب بصراحه. فقلت بقى افكركم واشجعكم، وباذن الله لو صمت هنزل بقى معاكم روتينيات كده يوم بيوم، وكمان نحضر مع بعض الفطار ونشوف كل يوم هنعمل ايه. هحاول على قد ما اقدر كل يعني يوم والتاني هنزل لكم فيديو علشان اشجعكم فيه واقول لكم هعمل ايه النهارده. طبعا انا بصراحه قلت مش هضغط نفسي ومش همسك مثلا المطبخ كله على بعضه اعمله، مش همسك الريسبشن كله على بعضه اعمله. قلت هبدا كل يوم حاجه كده مع الروتين اليوم بتاعي علشان اخلص. وكمان في حاجات كتير عايزه اعمل لها تنظيف عميق، علشان انا العيد اللي فات زي ما انتم عارفين كانت لسه وفاه بابا، فما عملتش حاجه يعتبر في الشقه. كان اخر تنظيفات عميقه عملتها كانت قبل رمضان. فيلا بينا بقى النهارده عملت ايه. حضرت فطار وفطرت العيال وقعدتهم بقى قدام الشاشه كده يتفرجوا على اي فيلم كرتون. ودخلت بقى كان عندي شويه غسيل، يعني شغلت الغساله ونشرتهم. زي ما انتم شايفين بقى الشمس طالعه كده والجو النهارده حر، بس احنا ايه هنتحدى الحر والكسل اللي احنا فيه ده. اول حاجه قمت عملتها دخلت على المطبخ، وعندي الطرفتين دول زي ما انتم شايفين كده حرفيا يعني بيستغيثوا بيا ومستنيني انضفهم. عندي بقى هنا اطقم ازاز كتير، طقم السمك وطقم الجيلي ده طبعا مش بنطلعه، طبعا احنا كنا في الشتاء بنشرب مشروبات كلها دافيه يعني وسخنه. وطقم العصير ده كل دوت متبهدل جدا، ان مطبخي صغير فبيلم دهون بص بتخش جوه المطبخ ذات نفسه. فقلت بقى هنضف كده اول حاجه الضرفتين دول، وانا مطبخي اصلا مش كبير، كل الحكايه متر ونص تحت ومتر ونص فوق. فقلت كل يوم على مدار الاسبوع ده هكون خلصت المطبخ خالص. وانا اصلا يعني الطبيعي مطبخي نظيف زي ما انتم شايفين، ما فيش دهون على السيراميك جامده قوي، ولا في بهدله جامده قوي، يعني انا ايدي فيه اول باول. هو بس اللي عايزه تعمل الظرف من جوه عايزه ايه اعيد ترتيبها كده ونظافتها تاني، ومش هاخد معانا وقت خالص. بص برضو طقم الكوبايات ده، المجات ده عامل زي مجات عصير القصب كده، كبيره شويتين. عايزه اقول لكم انا عمري ما استخدمته خالص من ساعه ما اتجوزت، هو مركون كده. ما فيش غير مج واحد محمد اللي استخدمه تقريبا اتكسر، فمش بنستخدمه خالص، لان المج ده بمجين من العاديين اللي هم بتوع الشاي، فالمج ده تقريبا نص كيلو، فاهمين قصدي؟ فهو كبير قوي، مش عايز بقى غير عصاير مثلا، ايس كوفي الكلام ده كله. طبعا الصيف بقى جاي وهنعمل مع بعض عصاير كتير قوي، ونعمل كمان مع بعض ايس كوفي والكلام ده. هنا بقى ايه خدتهم كده على الحوض، وطلعت بقى ليفه جديده علشان طبعا الازاز كله بقول لكم جديد يعتبر ما استخدمتهوش، فمرضتش بصراحه استخدم الليفه التانية وطلعت دي. قلت ايه انا كده كده اصلا عايزه اغيرها، فقلت يعني اطلع واحده جديده وابدا بقى اغسل الازاز ده كله والمعه واسيبه بقى ايه يتصفى كده مع نفسه. اول حاجه بصراحه كنت واخده رف واحد بس، قلت هعمل رف واحد ان انا اصلا قبلها بيوم كنت تعبانه جدا ومش قادره اعمل حاجه، واليوم ده والله فعلا انا برضو كنت تعبانه، بس قلت مش هفضل مكسله نفسي ومش عارفه كده هنزل لكم فيديو تاني امتى. فقلت لا امي كده خلصي اللي وراكي وما تكسليش علشان خلاص ما فيش وقت، يلا بينا بقى نشجع بعض كده ونقوم ونخلص كل اللي ورانا. فقعدت كده اتكلم مع نفسي شويه لحد ما لقيت نفسي قمت ودخلت على المطبخ. الرف بقى جاب التاني، جاب لمعت المطبخ والكلام ده كله، هتشوفوا مع بعض الفيديو
النهارده. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش طبعا تحطوا اللايك للفيديو، نسيت اقول لكم في اول الفيديو بس انا عارفه ان انتوا اخواتي وحبايبي ومش هتنسوا اللايك بتاعي. فحط اللايك الجميل، لو انت مش مشتركه في القناه اشتركي وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل فيديو جديد انا منزله. لكن بقى لو انت من اخواتي وحبايبي اللي معايا من بدري على القناه، فاتمنى طبعا ما تنسينيش طبعا باللايك، وما تنسيش تكتبي لي تعليق حلو منك، بجد تعليقاتكم بتفرحني جدا. بحب اشكركم كلكم على تعليقاتكم اللي زي القمر زيكم، وبجد فرحانه يعني اللي انا يعني متابعه معاكم يوم بيوم، وبحس كده في تواصل لما بتكتبوا لي كومنت وبرد عليكم، بحس ان انا فعلا بكلم اخواتي بجد وحبايبي. فيلا بينا بقى كده نشوف هنكمل نعمل ايه. طبعا غسلت طقم الجيلي وطقم المجات، وكمان كان في طقم كاسات برضو انا كنت مطلعه منه كده كام كاس من كام يوم علشان كنت بعمل عصير للولاد. فغسلتهم بقى كلهم وسبتهم متصفوا، وخدت كمان المفرش غسلته. عايزه اقول لكم المفرش ده من ايام جوازي ما اتغيرش، يعني بقاله تقريبا 7 سنين. جبت بقى الاسبنشه بتاعتي وقلت اغسل كده البوتاجاز على طول غسله سريعه، لان انا من امبارح ما كنتش عملته، اتعشينا وقمنا فطرنا وكده وما لمعتهوش، وانا متعوده كل يوم لازم امشي كده عليه الليفه على طول علشان يفضل عندي زنزير بصراحه. بما ان هو بقى مش متبهدل قوي فما رضيتش بصراحه ان انا اشيل العيون يعني، وقلت ايه هلمعه كده على طول. كمان مشيت على الازاز كده على طول على طول، وهجيب بقى الفوطه بتاعتي وانشف بقى كل الصابون ده واخليه دلوقتي زي ما انتم هتشوفوا يعني كده فله شمعه منوره. بس كده بقى اتمنى ايه ما ننساش نقوم كده نخلص اللي ورانا، نبطل كسل كسل كسل، 3 اهو 3 كسل، نبطل كسل يا جماعه. الجو حر انا عارفه ومفرهد جدا مع ايام امتحانات، الشمس عاليه جدا، بتروحوا وتيجوا دروس ومراجعات وامتحانات، وحالنا ما يعلم به الا ربنا. فطبعا انا عذره كل واحده عندها عيل في مدرسه او يعني في امتحانات دلوقتي والكلام ده كله، فمعلش احنا لو كل يوم عملنا حاجه، انا ما عنديش ولا مدرسه ولا امتحانات ولا الكلام ده كله، بس انا قلت همشي يعني بحال كل عامه، يعني عارفه انتوا حالكم ايه دلوقتي، فهمشي معاكم واحده واحده. فانت قومي خلصي اللي وراكي، لو عندك فعلا ظرف عايزه تترتب كده زي عندي، قومي ابدأي برف او رفين ورتبيهم، واغسلي بقى اي حاجه عايزه تتغسل. طبعا زي ما انتوا شايفين عندي خلاص طقم الجيلي كله كان نشف، فطبعا غسلت الرف ده بالسلكه كده والصابونه على طول، ومسحته بالفوطه، وحطيت بقى المفرش بتاعي، وحطيت ايه الحاجه بتاعتي رصيتها كده واحده واحده زي ما انتوا شايفين معايا. قولولي بقى في الكومنتات حابين نبدا فعلا بالمطبخ واكمله كله اليومين دول ويبقى كده المطبخ عندي خلصان، ولا كل يوم نعمل حاجه معينه؟ يعني برضو قولوا لي يعني حابين مثلا ابدا معاكم يوم بيوم وامشي كده يومي معاكم مع الطبيعه، ولا ابدا المطبخ واخلصه للنهايه، ومثلا ابدا اوضه الاطفال واخلصها للنهايه، ابدا في اوضه النوم واخلصها للنهايه. هستنى رايكم في الموضوع ده علشان أنا لسه محتاره بصراحه هبدا معاكم ازاي. انا قلت نبدا كده بالمطبخ، بما اني كمان انا كنت محتاجه قوي اعمل الرفين دول، لان هما يعتبر في وش البوتاجاز على طول فوقيهم، يعتبر فوق البوتاجاز، فالدهون طايله المطبخ عندي كله. البوتاجاز بتاعي في نص المطبخ انتوا عارفين، يعني هنا رخامه وهنا رخامه والبوتاجاز في النص، فانا مساحه المطبخ عندي صغيره جدا جدا. فقلت بقى ايه يعني لازم كنت هعمل دول. غسلت بقى الكاسات دي كلها، وكان في حاجات في الرف اللي تحت نقلتها فوق يعني علشان اوسع الدنيا تحت للخلاط. هتشوفوا دلوقتي انا عملت ايه. بس كده قولوا لي بقى ايه رايكم في الرف ده، وفعلا فرق ولا ما فرقش؟ طبعا شفتوه في الاول كان عامل ازاي. هنا بقى الرف اللي تحته على طول طقم السمك محطوط كده برضو بقاله فتره كبيره ما حطيناش فيه اكل ولا حاجه، فبرضو مليان برضو دهون واتربه وكده، فشلت كل ده حطيته في الحوض، وشلت كمان الرف بتاعه المفرش يعني بتاع الرف. وبصوا بقى الرف اصلا متبهدل حرفيا متبهدل، ولاعة مرمية، والمقبض بتاع المطبخ كان مكسور وبرده كنت راكناه. فشلت بقى كل ده ومسكت بقى الليفه بتاعتي ودعكت كل الرف زي ما انتم شايفين. طفيت لكم الاضاءه عشان الاضاءه العاليه ما بتبينش الصابون ولا الرغاوه ولا الكلام ده، فطفيت الاضاءه عشان كده. جبت بقى الفوطه كده طبعا جبتها من ناشفه الاول، شلت بقى الصابون وبعد كده غسلتها غسله محترمه تاني تحت الميه، ويعني نزلت الصابون اللي فيها كله، وقمت راجعه بقى كده على الضرفه وخليتها بتبرق كده زي ما انتم شايفين. نيجي بقى هنا على الحوض، طبعا سبتها تنشف براحتها. هاجي بقى هنا على الحوض اغسل بسرعه الحاجات اللي عندي دي. كمان كنت مكسله جدا يا جماعه، لو اقول لكم مكسله قد ايه اعمل الرفين دول مش هتصدقوا والله العظيم. فعايزه حد كده يديني زقه ويقول لي قومي خلصي اللي وراكي، فالحمد لله انا اديت الزقه دي لنفسي وقمت ايه اخلص كل اللي ورايا.
جهزت بقى كده الليفه والصابون بتاعي ورجعت تاني على الحوض. لو عارفه اللي انا هعملهم كلهم يعني رفين مع بعض كنت اخدت الحاجات كلها مره واحده، لكن بصراحه زي ما قلت لكم كنت مكسله جدا يعني. فنزلت بقى طقم السمك زي ما انتم شايفين كده. وبصوا بقى الصابون والرغاوي، ودي احلى فقره يعني كلنا بنتفرج عليها بصراحه، فقره الصابون والرغاوي والكلام ده. فقولوا لي بقى ايه رايكم في الفيديو بتاع النهارده، وهل انتوا فعلا بداتوا في تنظيفات العيد ولا لسه ما كنتوش بداتوا حاجه؟ وطبعا مش هوصيكم لو انت فعلا اتشجعت من الفيديو بتاع النهارده ما تنسيش تنزلي تحت في الكومنتات تكتبي لي كومنت حلو علشان ارحب بيكي كمان لو انت اخت جديده عندي في القناه. سبت بقى هنا طقم السمك كده على الرخام يتصفى براحته، وجبت بقى الخلاط، وجبت كمان مناديل الدهون بتاعتي. وعايزه اقول لكم ان انا كنت عماله اقول لكم لا مش حلوه في الدهون، بس لا طلعت حلوه بصراحه في الخلاط. يعني انتوا ممكن تجيبوها للاجهزه الكهربائيه، لان طبعا لو عليها دهون او اتربه او الكلام ده كله تبقى حاجات بسيطه خالص يعني غير السيراميك او البوتاجاز او كده. فانا بصراحه قلت ايه هخليها، يعني انا هنا برضو وضيت الاضاءه تاني عشان اوريكم اللي طلع في المنديل. فقلت هخليها يعني للاجهزه الكهربائيه اللي في المطبخ والرخامه وكده بلمع بيها بصراحه. لكن كدهون دهون والكلام ده لا طبعا مفيش زي الباور بتاع مايوي ده اللي انا اللي بنضف بيه يعني. عملت كمان السلك بتاعي، وايه هلف الخلاط دلوقتي واشيله ايه في الضرفه نضيف. طبعا زي ما انتم شايفين بقى عامل ازاي ما شاء الله، يعني بقى شكله حلو جدا ونضف. هرص بقى الرف بتاعي واحط كمان الخلاط هنا. وانا اصلا كنت حاطاه بس كنت حاطه الشفشق بتاعه تحت، وعايزه اقول لكم ببقى خايفه جدا العيال يخبطوه ولا يقع واروح اجيب خلاط تاني. ده تاني خلاط ليا من ساعه ما اتجوزت. فقلت لا هرفعه فوق احسن، لان لوسيندا على طول ايديها في المطبخ من تحت بتلعب بالمواعين. طبعا كل عيالنا كده متهيألي يعني، فربنا يخليهم ويبارك في عمرهم يا رب. فقلت بقى ارفع الاتنين فوق، علشان كده فضيت شويه ازاز يعني من اللي كانوا محطوطين هنا. جبت بقى طقم السمك كده بعد ما اتصفى يعني نص تصفيه كده. قلت بصراحه مش مشكله بقى الميه هتنشف، وكده كده المشمع محطوط هتنشف على طول. رصيت بقى طقم السمك كده، وجبت كمان المطحنتين بتوع الخلاط وحطيتهم كده جنبه. وبس كده. في ايه الشفشق دوت كان مكانه فوق بس ملوش مكان، فقلت اخليه تحت يبقى قريب من ايدي، ان انا برضو بنعمل عصاير باستمرار. والشفشق ده بصراحه انا من الحاجات يعني اللي بحب استخدمها، بحب اعمل في الازاز اكتر من البلاستيك. فحطيته كده. قولي لي بقى ايه رايكم كده في الرفين دول، ويلا بينا بقى نقفل الضرفه دي وننزل نشوف المطبخ من تحت. بصراحه كنت خلاص تعبت، وانا اصلا كنت تعبانه جدا والله، وفعلا مش قادره اقف. فطلعت بقى كده منديل وقلت لمع كده الرخامه على طول علشان بقى اخرج من المطبخ ويكون خلاص هو كده نظيف، ويعتبر الروتين بتاعي اليوم اللي انا بعمله فيه. فقلت بصراحه يعني اخرج منه وما يكونش فيه اي حاجه خالص متبهدله، بحيث ان انا اكون عملت فيه تنظيفات عميقه وفي نفس الوقت ما جيتش على حساب المطبخ وبهدلته وسيحت بقى كده الدنيا كلها على بعضها. زي ما انتم عارفين بقى في التنظيفات العميقه للمطبخ لما بننزل المطبخ كله على بعضه. فعشان كده بصراحه قررت يعني ان انا اعمله كده جزئيه جزئيه مع الروتين اليومي بتاعي، وما اجيش برضو على حساب المطبخ يعني وبهدل الدنيا. وطبعا معايا عيال صغيره والكلام ده كله، ادم بيقدر الله اكبر الله اعظم. فلمعت كمان المطبخ والكسرات بتاعتي زي ما انتم شايفين. وبصوا الدنيا عندي حواليا خلاص كده كل الاسطح بتاعتي بقت نظيفه. ما فاضلش غير حاجه واحده بس، ان انا امسح الارض على طول. بصراحه كانت متبهدله، اللمبه كمان كانت محروقه وغيرتها، ففضلت توقع حاجات كده منها، البلاستيك بتاعها قعد يتكسر فهو اللي عامل في الارض كده. فقلت هنفض بقى السجاده بتاعه المطبخ دي كده بسرعه واطلعها بره بقى كده، يعني بره المطبخ خالص، علشان المع المطبخ كده ايه في ثواني زي ما انتم شايفين. في ثواني لمعت المطبخ. هسيبه بقى كده ينشف، مش هكمل دقيقه وهقوم فرشه السجاده بتاعتي. المطبخ خلاص كده كان يعتبر نشف. هفرش بقى السجاده بتاعتي علشان اخرج من المطبخ وكده يكون فل الفل. قولي لي بقى ايه رايكم في الفيديو بتاع النهارده. ما تنسوش تكتبوا لي كلمه حلوه في الكومنتات. واخر حاجه حبيت اختم بيها اللي انا بخر المطبخ. قلت بقى ايه كان طبعا في يعني بواقي اكل بقى وحاجات زي كده، ومواعين قبليها اصلا كنت غسلاها، المواعين اللي هي الطبيعيه بتاعت اليوميه يعني غسلتها هي كمان. فقلت ايه شلت بقى السله يعني خالص وبخرت بقى كده المطبخ. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم، اتمنى اكون ضيفه خفيفه على قلوبكم. ما تنسوش تكتبوا لي كلمه حلوه في الكومنتات، ما تنسوش كمان تحطوا اللايك للفيديو. وبس كده اشوفكم في فيديو جديد.